محمية الشومري للأحياء البرية هي أول محمية لحماية الحياة الطبيعية في الأردن. تبلغ مساحتها 22 كيلومتراً مربعاً، وتمثل المحمية أول نموذج للمحميات الطبيعية في المناطق ذات المناخات الصحراوية الجافة في الأردن. تتكون المحمية من 2 من المعالم الجغرافية الأساسية: الأودية الصحراوية وأراضي الحماد. تشكل الأودية الصحراوية 60% من المساحة الكلية للمحمية، وأكثر هذه الأودية شهرة هو وادي الشومري المعروف الذي يمر مباشرة من قلب الموقع، وهذا الوادي هو الذي ينسب إليه اسم المحمية. تأسست المحمية لحماية التنوع الحيوي الغني للموقع، فقد تم تسجيل ما يزيد عن 193 نوعاً نباتياً في المحمية حتى الآن. كما تم تسجيل 6 أنواع من المفترسات في المحمية، تشمل الثعلب الأحمر، ابن آوى، الذئب، الضبع المخطط، الوشق والقط البري. أما بالنسبة للطيور التي تمت مشاهدتها في المحمية فتشمل العقاب، الباز، والرخمة المصرية. تم إنشاء محمية الشومري للأحياء البرية في البدايات كمركز إعادة إكثار يهدف إلى إكثار وإعادة توطين الأنواع البرية المهددة عالمياً والمنقرضة محلياً، وتحديداً المها العربي. في عام 1978 قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإطلاق عملية إنقاذ المها العربي في محاولة لإعادته إلى موطنه الطبيعي في البادية. وبحلول عام 1983 حققت هذه العملية أولى نجاحاتها بعد إطلاق 31 مها عربياً من الأسر إلى موطنها الطبيعي داخل المحمية. محمية الشومري للأحياء البرية هي الآن موطن لمجموعة من الحيوانات النادرة في الشرق الأوسط، مثل النعام، الغزلان، والحمار البري. زوار محمية الشومري للأحياء البرية لديهم الفرصة لمشاهدة المها تتجول بحرية في المراعي الصحراوية والنعام والغزلان. وقد أصبحت محمية الشومري نقطة جذب للأطفال ورحلات المدرسة، كما أنها توفر مكاناً مفتوحاً للجامعات الأردنية لإجراء الأبحاث العلمية حول المناطق الجافة وشبه الجافة.